السلام عليكم ورحمة الله، نهاركم مبروك، يومكم موفق إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، تكونوا كامل بصحة جيدة. اليوم جيتكم فيديو جديد، جيتكم بوصفة جديدة يعني اللي هي شونسون. هذا الوصفة رمضانية بالمول جديد اللي خرج جديد تاع الكوكياج، ودرتهم بحشو يعني لذيذ جدا ومفرمج وسهل التحضير. نتمنى كامل تجربوه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وهذه يا حبيباتي واللي أول مرة تدخل القناة نقول لها مرحبا بك في القناة، ما عليها إلا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وما تبخلوش علينا بليجام، كثرونا من ليجام باش الفيديو يوصل أكبر عدد من المشاهدين لتعم الفائدة. نمر لطريقة التحضير بالمقادير على بركة الله. هنا عندي كسرونة، عندي كاس ناقص أصبع تاع حليب باش ما تجينيش كونتيتي كبيرة، أنا راح ندير على حسب العائلة. درت مغرف تاع مارغرين وذوبتهم فوق النار. بعد ما ذابوا حطيتهم هنايا في ان ريسيبيون، وزدت عليهم مغرف ممسوحة، مغرف تاع ماكلة ممسوحة تاع سكر. درت عليهم مغرف تاع ماكلة ممسوحة تاع خميرة فورية. نخلط مليح بالفوي، ومن بعد نزيد عليهم لازم هذا الخليط حتى يبرد شويه خاطرش الحليب كان سخون. نخليه حتى يبرد ونزيد عليه بياض بيضاء والصفار نحطوه بجيه، من بعد نحتاجه. نملح العجين تاعي ونخلط يعني بالفوي حتى نتأكد بلي كامل المقادير تجانسوا مع بعضهم وتخلطوا. درك هنا واش ندير، نبدا نزيد بالفرينة على الخليط حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. وهذاك هو السر تاع باش تجيكم الشونسون تاعكم يجيكم بنين وخفيف وهشيش. هاكا نديروا له غير ضربات، هاكا ندلكو فوق البوطاجي غير ضربات هاكا بالاصابع وحده دقيقه ولا، ومن بعد نحطوه نعاودو نرجعوه في البول ونخلوه يتفاعل. لازم تخمر شويه. درك هنايا نغطيها ونخليها ونوليو لاصوص اللي سميتها لاصوص الفرماجيه. يعني هاد لاصوص مفرمجه اللي راني رايحه نخدم بها. عندي نص كاس تاع حليب كيما شفتوني، ودرت 4 تاع فرماج مثلثات، ودرت مغرف كبيرة تاع فرماج أطاغتيني تاع البيدون هذيك، ودرت الملح ودرت شوية فلفل كحل. هذا واش نحتاجو في لاصوص. يعني هاد لاصوص بنينة 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 يا البنات، خير من لاصوص بيشاميل. وهنايا جبت البصلة اللي كنت قليتها حطيتها على هذيك لاصوص، وزدت شوية تاع الاسكالوب. انا ما در اسكالوب ما شريتوش، قلات غير مصدر تاع الدجاج خاطرش الاولاد ما يبغوش ياكلوه. ايا قلت نديروا لهم بهذه الطريقة باش يولوا ياكلوه. درك هنا هاي ليك بعد ما خمرت كيما راكم تشوفوا العجينة. هنا قطعتهم كرات صغار صغار ونديرهم على شكل ديبول بهذه الطريقة. وجبت هذا المول تاع الكوكياج هذا اللي خرج جديد اللي راه داير حالة في مواقع التواصل. قلت نخدم لكم به شانسون اليوم ونشوفوا النتيجة كيفاش تخرج. انا شوفوا عندي واحد العفسة هكا تجي في الاطراف، درك نوريها لكم باش يجي على شكل كوكياج. انا ندير شوية من الحشو ونرابي شوية تاع الفرماج، سواء ترابوه في الصغير ولا في الكبير غير كيف كيف، خاطرش كي يدخل الفور يذوب. شوفوا هنا عندي واحد العفسة هكا من تحت،
ومن بعد نجيبو تبلة، تزيرو مليح باش من بعد ما يتحلولكمش في الفرن. شوفو أنا أول مرة نخدم به لازم تسعفوه غير بشوية باش تبدو تعرفولو من بعد. دايما نشارك معاكم الغلطات تاوعي باش يعني باش من بعد تسلكوا رواحكم. شوفوا هنا ولا على شكل كوكياج. هنا وجدت هاوليك صفار البيض كيما تعرفوني انا صفار البيض ما نزيدلو والو. من بكري نخدم به غير وحده، كي نبغي ندهن به وحده. وشوفوا النتيجة كيفاش خرجت ما شاء الله. جربوه يا البنات لشهر رمضان الكريم وخلوا لي رايكم في التعليقات. ودرك ما نقولكم مع السلامة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى إن شاء الله.